السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخواتنا في السعودية بقى ايه عايزين نقول لهم، انا امبارح شفت لكم فيلم هندي مصرين يطلعوا المسلمين ان هم ارهابيين. مصرين مع يعني عشان واحد يقول لك في السعودية خطفوه وعملوا فيلم بتاع الماعز دوت. طب وان هم كون ان هم الناس دي يا جماعة، والله الناس دي العالم دي وحشة. الناس دي ما اعرفش ازاي بيعملوا كده، مصرين يطلعوا ابطال وان المسلمين عايزين يهدوا الهند وعايزين يدمروها وعايزين ما فيش الكلام ده، والله ما في الكلام ده. هو حضرتك انت راجل هندي هتديني على قفايا انا هسكت لك؟ ايه يعني ليه؟ طب ليه ما فيش ده؟ انا بتكلم على الفكره السعوديه عشان هم ما شافوش الفيلم وعرفوا ان هم عملوا كلام وحش عن المسلمين. بقول لاخواننا هناك يعملوا عليهم هجمه وناخد حقنا منهم وتمنعوا ان الفيلم يتعرض. يعني انا بقول الكلام ده من حرصي علينا كشعوب اسلاميه. يعني الفيلم الهندي بيحكي إيه؟ ان طبعا يا عيني المسلمين الوحشين، المسلمين الكخه هم اللي عايزين يدمروا الهند وبيعملوا انفجارات ويدمروا عشان يقعدوا يعملوا انفجارات ويقتلوا الناس ويقول لك دي عمليات ارهابيه. فواحد بقى ايه، شوف النصاحه، شوف النصاحه في الفيلم. واحد بقى ايه ها واحد كده يعني ايه عامل نفسه ايه هندي مش مسلم. قام طلع واحد كان شغال معاه في الشركه شافه بيصلي، يا سلام سلم الناس بتتكلم، قال له انا عشان كده عرفت ان انت مجرم عشان كنت بتصلي. يقول له انت عرفتني منين ان انا مجرم؟ قال له شفتك بتصلي. الله، يعني دلوقتي كمان بقى مش اللي هو المسلمين الارهابيين، لا ده اللي بيتصلى ويتشاف ده يتلب على طول، حتى لو هو ايه ما بيكلمش حد في العالم. والله وقتالين قتل او بتاع وقادرين لو احنا قادرين، لو المسلمين يعني قادرين يعملوا حاجه كان عملوا حاجه في الهند من زمان. ما اعرفش ليه الى الان الافلام الهنديه مصره اصرار غير طبيعي. يا ابني يا حبيبي، لو عايز تعرف مين الارهابيين بجد انا اقول لك، في دوله قتلت مليون واحد عراقي. ها، في دولة قتلت 50,000 جزائري في يوم، اللي هو بلد المليون شهيد. لو انت عايز تعرف، هو يا ابني يا حبيبي واحنا في الحرب العالمية احنا اللي عملناها، ما راح فيها ملايين، ليه ما كانوش ارهابيين اللي عملوا الحرب الجامدة دي؟ والتانية احنا برضو المسلمين، لا المسلمين ما عملوش حاجة، اللي عمل الحروب هم الدول واطماعهم. يا جماعة حرام، والله حرام، حرام نفضل نتبهدل كده والإسلام. والله بصوا يا جماعة، الواحد دايما بياخد بالعقل. أنا بتفرج يعني مثلا لما بشوف إحنا كمسلمين بنصلي إزاي والطريقة الهادية واللطيفة وواحد مع نفسه كده واقف بيصلي كده في قلب مسجد أو واقفين في كده كالبنيان المرصوص وبنصلي، ونلاقي واحد بيعمل حركات ويقعد يغني ويعمل وتبقى صلاة. ايه ده يا عم؟ احنا ملناش دعوة، لكل واحد دينه، احنا ما بنتكلمش على حد، كل واحد ودينه. انا ديني لنفسي، اذا كان ديني حق خلاص انا معاه، اذا كنتوا انتوا شايفين انا مع ديني ماليش دعوة بحد ولا بصلي او ما بصلي في ديننا. لكن ايه انتوا مصرين يا الناس اللي في الهند دايما تطلعوا المسلمين وحشين، يجي عندكم بقى البطل الهندي الهمام اللي بيضرب 1000 كده و1000 كده ويتف على 50 يحرقهم. يا جماعة بقى ما ينفعش، ما ينفعش الناس والدول عدت عليها مراحل، خلاص كل واحد مع دينه. ما عادش بقى اللي يقعد يقول اصل ده مسلم، اصل ده مسيحي، اصل ده يهودي، اصل ده بيعبد الفيران وده. والله انا ابن اخواتنا السعوديه نرفع الامر دوت ونبلغ الهند بتحذير شديد اللهجه ان ازاي ان انتوا تعملوا افلام عن المسلمين بالطريقه دي. يعني انا شفت الفيلم ده امبارح فحبيت احكيه، يعني حبيت احكيه. طبعا بشوفه بنفخ كده يعني بقى. فيا جماعه نخلي بالنا على نفسينا شويه. احنا عمالين ما شاء الله اخواتنا في السعوديه، اخواتنا في الامارات، اخواتنا في
في كل الدنيا بقوا يجيبوا هنود يشتغلوا، بنغال يشتغلوا، ومش كلهم مسلمين يعني. احنا اولى يا جماعه، والله احنا المسلمين اولى. يا عم ما بتكره المصريين وتقول عليهم شحاتين، ما تجيبهمش، هات حد تاني من دينك. يعني هات حد من دينك يخاف عليك وعلى سمعتك وعلى عرضك، وبلد وما بتخطأش في بلدك ولا الكلام ده. يلا، مع السلامه.